من العادات المصرية القديمة اللي ما زلنا بنحتفل بيها حتى يومنا هذا هي السبوع، واللي بتعني مرور 7 أيام على الطفل الوليد، اعتقادا من المصري القديم بأن الطفل كده عدى مرحلة الخطر ويستحق إن احنا نحتفل بيه. بس اشمعنى رقم 7؟ وهل نفس الطقوس اللي المصري القديم اللي كان بيعملها هي دي اللي احنا بنعملها لحد يومنا هذا؟ هو ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهاردة. رقم 7 قدسية عند المصري القديم والمصري الحديث. فالمصري القديم كان بيعتقد أن رقم 7 بيرمز إلى الخير والصحة والسلامة والحياة، اعتقادا منه بوجود السبع أرواح اللي قامت الرب أوزوريس كان فيه 7 أيام وكأنها خلقت من جديد. عدد الربات حتحور اللي بتحمي المولود في أول أيام ولادته بيكون عددها 7. كمان في كتاب الموتى الخروج إلى النهار بيصف رحلة المتوفي إلى الآخرة بأن هو بيمر على 7 قاعات و7 أرباب و7 مناديب و7 حجابات. أما بقى بالنسبة للمصري الحديث فرقم 7 بيمثل له عدد أبواب الجنة 7، عدد السعي ما بين الصفا والمروة 7، الطواف حوالين الكعبة بيكون 7 أشواط، كمان عدد طبقات الأرض 7، الرؤية الشرعية علشان يتم تحقيق الهدف منها بيتم قراءتها 7 مرات. ده بالإضافة إن أساسا الأسبوع وحدة زمن قياسية عددها 7 أيام، عدد المعادن الرئيسية 7، عدد طبقات الأرض 7، والسلم الموسيقي 7. طبعا زي أي احتفال مصري لينا عادات وطقوس بتتعمل في كل احتفال. أولها معانا في السبوع بيكون اللي احنا بندعو الأهل والأقارب والجيران والأحباب والأصحاب علشان يشاركونا الاحتفال بالمولود الجديد. رايحين سبوع يبقى المشروب الأساسي اللي هيتقدم لنا هيكون البغات، والبغات من المشروبات اللي ذات قيمة غذائية عالية. ومن العادات اللي موجودة لحد دلوقتي تقديم الهدايا للطفل المولود، او اللي احنا ندي للاهل الفلوس اللي احنا بقينا بنسميها دلوقتي النقود. واساسي للاطفال الصغيره الاكياس اللي بيكون فيها بقى الفشار والسكريات والشمعه والبلحه والسودانيه، دي من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده زمان ولسه موجوده معانا دلوقتي، اكياس السبوع. تعالوا بقى اقول لكم عن بعض الحاجات اللي احنا بنعملها ومش عارفين احنا بنعملها ليه. من العادات المصريه القديمه في السبوع أول حاجة كان حمام السبوع، وده كان الكاهن بياخد المولود ويغطسه في مياه البحيرة المقدسة على إنها مياه طهرة ومياه من الملائكة، وبيبتدي يقرأ عليه بعض التعويذات وبعض الآيات علشان يمنع عنه الحسد ويكون طفل مبارك. وبيحصل الكلام ده في بعض صعيد مصر ان الجدة الكبيرة او اكبر السيدات اللي موجودة في العائلة بتاخد الطفل وبرضه تغطسه في حوض مملوء من مية النيل وتقرأ عليه بعض الأدعية علشان تمنع عنه الشر والحسد. وهنلاقي كمان ان الاخوة المسيحيين بيعملوا نفس العادة دي دلوقتي، واللي هي بتسمى عندهم التعميد. فستان وبدلة السبوع، ودي من الحاجات الأساسية اللي موجودة عندنا دلوقتي. ما ينفعش ان الطفل الجديد يحتفل بحاجة قديمة، لازم تكون حاجة جديدة بتاعته والأب هو اللي يكون جايبها. وطبعا هنعمل سبوع يعني هندق الهول للبول. ما تسمعش كلام ابوك. اسمع كلام ابوك ولا تسمعش كلام امك. ما تسمعش كلام ستك يكون جنب أذن المولود. اعتقاد المصري القديم ان حاسة السمع بتبدأ عند الطفل الوليد في اليوم السابع، ولأن كمان أثناء ده الهون بيكون في بعض النصايح اللي بيتم تقديمها للطفل الوليد، زي اسمع كلام ماما وما تسمعش كلام بابا، اسمع كلام عمته وما تسمعش كلام خالته، بهدف غرس أخلاق حميدة للطفل في مسمعه لأول مرة. ال7 حبوب من العادات المصرية القديمة، فكان بيبين جنب المولود قبل ليلة السبوع بيوم 7 أنواع من الحبوب المختلفة، وهي القمح والفول والرز والشعير والحلبة والرز والعدس، وكان دولت رمز للخير والنماء. وتاني يوم في السبوع بيتم طحن هذه الحبوب في الهون ورشها على المولود واللي حواليه عشان يكون رمز لنشر الخير والنماء على اللي حواليه طول فترة حياته. من العادات المصرية اللي ما زالت موجودة حتى الآن وبتتعمل في كل الاحتفالات في السبوع هي رش الملح. بيتم رش الملح 7 مرات على المولود وعلى اللي حواليه في كل أركان البيت، وده الاعتقاد المصري القديم بأن رش الملح بيمنع الشر والحسد. قلنا للبنت والأبريق للولد.
من ضمن العادات المصرية القديمة اللي كانت بيبتدي يحصل فيها اختلاف على حسب نوع المولود، إذا كنا هنجيب قلة ولا أبريق، إذا كانت بنت ولا ولد. وده الاعتقاد المصري القديم إن القلة أو الأبريق هي رمز للخصوبة وبتعلي استمرار الحياة. الغربال أو البلخل من ضمن الطقوس الأساسية اللي موجودة عندي في احتفالات السبوع، فبيتم وضع الطفل على غربال ويبتدي يتم ربطه. الهدف من الغربال الأساسي هو تنقية الحبوب من الشوائب، ولنفس السبب بيتم غربلة الطفل المولود بهدف غربلته من الفساد، واللي هو يجعله طفل صالح ونافع ليه ولأسرته. من العادات الأساسية في حفلة السبوع إن الأم بتخطي وتسمي على طفلها 7 مرات، لأن في كل مرة بتخطي فيها الأم هي بتبعد عنه الشر والحسد. وده بيرجع لقصة الربة إيزيس واللي فعلته مع مولود إحدى الفلاحات اللي كان حواليه 7 أنواع من العقارب. فالربة إيزيس عدت على المولود 7 مرات، وفي كل مرة كانت بتقول اسم العقرب وبتدعي إن يحمي الطفل من شر وسمه. برضو من بعض العادات المصرية القديمة اللي كانت موجودة واللي أعتقد إن هي ابتدت تنقرض في الوقت الحالي البخور. وده الاعتقاد المصري القديم إن البخور بيطرد الأرواح الشريرة. الزفة بعد ما الأم بتخطي على المولود بتبتدي تاخد المولود وبتبتدي تلف بيه دلوقتي أرجاء البيت أو المكان اللي هي عاملة فيه السبوع، لكن قديما كانت الأم بتاخد المولود وتلف بيه في أركان المعبد، وده علشان اللي هي نفسها يكبر ويترعرع في هذا المكان ويبقى ابن صالح. بعد لما الأم بتخطي على المولود اللي موجود في الغربال وتاخد المولود وتلف بيه في أركان المعبد أو أركان البيت، الغربال اللي كان مولود فيه الطفل بيبتدي يترمي على مساحة واسعة، وده علشان ان الطفل يكبر ويمرح ويملي البيت طاقة وحيوية ومرح وسعادة. ال7 شمعات اللي احنا بننورهم في زفة المولود الجديد دي عادة مصرية قديمة، وهي بترمز إلى الملائكة ال7. فالربة حتحور أم النور كانت بتمثل الشمس ب7 طرق مختلفة، فكان أقرب حاجة يستخدمها المصري القديم هو الشمعة علشان يمثل نور الشمس عشان حماية المولود الجديد. ومن ضمن الطقوس المصرية القديمة اللي كان بيستخدمها المصري القديم لحماية مولوده هو الحجاب. والحجاب هي كلمة مصرية قديمة مقسمة إلى جزئين. الجزء الأولاني اللي هو حج وبتالي التطهير والصفاء والنقاء، وآب وبتالي القلب، وبجمع الكلمتين على بعض بتعني طهارة القلب. ومن هنا جه اعتقاد المصري القديم إن الحجاب بتعمل على نقاء وطهارة قلب المولود. ومن ضمن العادات المصرية القديمة اللي ما زالت موجودة في صعيد مصر هو تكحيل المولود الصغير، اللي هو بيتم وضع الكحل في عين المولود، وده الاعتقاد المصري القديم بأن هي بتحميه من الحسد وأشعة الشمس وبتحسن له النصر. انتشار الإسلام في مصر ما اختفتش احتفالات السبوع، ولكن زاد عليها العقيقة أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح المصري الحديث بيحتفل بالمولود الجديد بطريقتين، إنه يعمل له عقيقة وإنه يعمل له سبوع بنفس العادات والتقاليد المصرية القديمة اللي تورثتها الأجيال عبر الزمن. إحنا أصحاب حضارة أبهرت العالم في جميع المجالات، ونقول للمولود حلقاتك برجلاتك، واسمع كلام عمته ما تسمعش كلام حد تاني عشان أنا عمته.